ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم النهارده على اقوى وصفه لبلح الشام، يكون مقرمش كده من بره وطري من جوه ويدوم معاكي لايام. بس قبل ما نبدا صلوا بنا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه معانا كوبايه دقيق ابيض، ومعانا 3/4 كوبايه ميه وربع زيت، ومعانا 2 بيضه. لو حجم البيض صغير هتجيبي 2، ولو حجمه كبير هي بيضه واحده بس. اول حاجه هنجيب حله وهنحط فيها 3/4 كوباية مية وربع كوباية زيت. بعد كده هنحط معلقة سكر، معلقة مش ملانة قوي، ورشة ملح، يعني حبة كده في طرف المعلقة كده، مش كتير. وما هنقلبهمش مع بعض ولا اي حاجة، احنا هنسيبهم مع بعض كده لحد ما يغلوا، بس برضو ما نخليهمش يغلوا كتير عشان المية ما تقلش مننا، عشان يبقى المقدار معانا مظبوط. اول ما هنلاقيها غلت معانا كده هنجيب كوباية الدقيق وهنحطها على طول، وهنبدأ نقلب على طول على طول كده لحد ما الدقيق كده ياخد لون تاني مختلف. معنى اصح كده يعني هنسوي الدقيق على النار. هنستمر كده في التقليب على طول لحد ما يبدأ الدقيق يختفي معانا خالص. هنطفي عليها النار وهنقلبه على البارد بقى عادي، مش مشكلة. هنستمر في التقليب لحد ما الدقيق يروح خالص، وهنلاقي بقى العجينة بدأت تلم معانا كده وتتماسك معانا، والجوانب كده اللي كان في الجوانب كده كله لم معانا. اول ما نلاقي ان العجين كده لمت في الجوانب وكده هتبقى جاهزة معانا كده خلاص. هنسيبها بقى لحد ما تبرد. بعد كده هنجيب بيضتين ونحط عليهم كيس فانيليا. طبعا احنا قلنا بيضتين لو صغيرين او بيضة واحدة لو هي كبيرة. وهننزلهم على طول على العجين بتاعنا بعد ما يكون بارد. وهنستمر في التقليب لحد ما البيض يتدخل كده مع العجين كده ويبقى كل واحد تاني ويرجع يلم معانا تاني زي الاول بالظبط. وهنستمر في التقليب على طول على طول كده لحد ما ترجع معانا لنفس الشكل الاولاني خالص. هي هنحس ان هي فكت مننا طبعا واحنا بنحط البيض، بس ده هترجع تاني. هنستمر في التقليب كده على طول. هنلاقيها واحدة واحدة بدأت تلم العجين معانا تاني. الوصفة استخدمنا فيها بيضة واحدة كبيرة او بيضتين بس صغيرين عشان ما يبقاش زفر معاكي وما يبقاش طعمه بيض كده. كده بيبقى طعمها افضل طبعا من المحلات بكتير، عشان اللي في المحلات تبقى زفرة كده وبيبقى فيها بيض كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول ما هنبدأ نلاقيها ان هي بدأت تلم معانا كده هنقلبها كده تقليبة أخيرة، وهنبدأ بقى ان احنا نجيب قمع كده عشان نشكله بالقمع، وتشكل بقى زي ما انت عايزة والطول برضو زي ما انت عايزة. نبدأ نجيب القمع ونحطها في القمع كده، وطبعا هننزلها على زيت بارد. يعني هتبدأي تشكليها وتحطيها كده والزيت لسه بارد، الزيت ما يكونش سخن. واهم حاجة ان انت هتسويها على نار هادية. اول حاجة هتجيبي القمع كده وهتمليه وهتبدأي تشكليها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الزيت هيكون بارد جدا، مش مسخنين ولا مدفيين ولا اي حاجه. هتجيبي طاسه او مقلي او حله اللي موجود عندك او اللي انت بتحمري فيه يعني، وهتبداي تشكلي كده وتحطيها في المقلي. بعد ما هتملي المقلي بقى هتبداي تحطها على النار، على نار هاديه خالص، وهتسيبيها حد بقى ايه ما يتحمر كده معاكي واحده واحده. اول ما يبدا كده ياخد اللون الذهبي الجميل الفاتح ده هتبداي بقى ايه تقلبها على الجنب التاني. وبرضه لما الجنب التاني يخلص هتبداي بقى تطلعيه. ما تطلعوش على مناديل ورق علشان ما يبش معاكي او يبقى طري. لا، انت هتطلعيه على طول كده في حاجه عشان يصفي الزيت منه، حاجه مصفى مثلا او حاجه عشان يصفي الزيت منه. بعد ما يصفي الزيت هتنزليه على طول في شربات ساقع ويكون تقيل ما يكونش خفيف. طريقه الشربات هتلاقيها عندنا موجوده في القناه، او ممكن تسقي عليه الشربات بنفس الشكل اللي انا عملته ده. ده هتعملي كل الكمية بنفس الشكل، كل الكمية حتى اللي هتحشيه او مش اللي هتحشيه، يعني اللي هتعمليه سادة او هتحشيه كله هيتعمل بنفس الشكل. اهم حاجة ان انت تصفي الزيت منه عشان ما يبوش منك ويفضل مقرمش لاكتر يوم من يوم، يعني يفضل معاكي فترة كبيرة مقرمش. حتى لو اتبقى وحطيتيه في التلاجة برضه يفضل مقرمش معاكي عادي. بعد ما تحط عليه عسل الشربات كده او عسل الحلويات بالشكل ده هيكون جاهز معاكي للتقديم. طريقة سهلة وجميلة جدا واقتصادية وما كلفتناش كتير. ده احنا كده عملنا دول سادة. كان لسه طبعا لسه معانا كمية تانية عملناها محشية. اسهل طريقة ممكن تعملي بها بلح شام، وبجد جميلة جدا احسن من المحلات. عملنا كمية حلوة جدا من ربع كوباية زيت و3/4 كوباية مية وكوباية دقيق وبيضتين او ممكن بيضة واحدة لو البيضة كبيرة، وكيس فانيليا. طبعا استخدمنا الزيت في القلي. الوصفة ما كلفتناش خالص وجميلة جدا واقتصادية، وطبعا في الطعم احلى وامن من اللي بنشتريها من بره. بعد ما عملنا كل الكمية ونزلنا كل الكمية عليها الشربات هنبدأ بقى نجيب اللي احنا عايزين نحشيه وهنفتحه بالسكينة بالشكل ده، وهنجيب الكريمة او القشطة حسب اللي انت حابة تحشيه. لو انت هتحشيها كريمة بالقشطة هتجيبي معلقتين كريمة على معلقتين قشطة، هتكفي الكمية اللي معاكي.
وهتخفقهم كويس بدون سكر وبدون اي حاجة، وهتبدأي تعملي كل الكمية بنفس الشكل، وهتعملي بقى تزوقيها بكريز، مكسرات، جوز، اي حاجة انت عايزاها. ممكن تحط عليها نوتيلا، ممكن تحطي فول، اي حاجة انت حابة تزوقي بيها تزوقي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب يكون استفدتوا معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. طريقة جميلة واقتصادية. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى انا كنت بوريكم بجد شكلها جميل جدا، وفي الطعم كانت احلى واحلى. من بره كانت مقرمشة ومن جوه طرية وجميلة، وفضلت في التلاجة لاكتر من 3 او 4 ايام زي ما هي، ما طرتش خالص معانا. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. وبألف هنا على قلوبكم.